على شاشة البديل سهرة اليوم. نطل عليكم في هذه السهرة الاستثنائية التي تأتيكم قبيل ساعات من دق الشهر الفضيل رمضان الكريم أبوابه الروحانية والإيمانية والمنيرة والجليلة. نسعى أن نقدم برنامجا مميزا مختلفا، وهكذا يمكن أن تكون المنافسة أكثر بين الشاشات وبين المشاهدين. هو قادم الآن ولا ندري من أي ولاية جاءنا بدراجته، فهو يجوب مختلف مناطق الجزائر. أنا رسالتي بسيطة سهلة ممتنعة كما يقول. الخلايا العجيبة ما حبتش تدخلنا داخل بسبة الرمل، ما استنجدنا بسيكو سيكو باش يدخلنا البلاصة هذه عند واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا راني نحكي بلسان الناس اللي راني شفتها، أنا شفت 40 واحد من 40 مليون، والناس الأخرى اللي راها مش مناطق الظل، راها مناطق الظلمة. برنامج رجال حول الرسول هو عبارة عن سلسلة ل 28 صحابي سوف يعرض في شهر رمضان الكريم. رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. برنامج صحة وعافية هو برنامج يهتم بالصحة العامة، الإرشادات الطبية، الأمراض الشائعة. يعني الإنسان لما يأذن الأذان يبدأ يأكل يعني وجبات خفيفة، لأن الجسم يكون مرهق، يكون تعبان، يكون مازال ما بداش النشاط تاعو، وبعدين في السهرة يمكن يأكل غذاء شوية دسم. درنا حتى الفكاهة يعني الكوميديا، إضافة إلى الدراما، إلى برامج التسلية والترفيه. مثلا مسلسل خوخة والحامدي، عيسى ستوري الجميع يبدا يوجد في روحه به يضحك قبل ما يشاهد عمي عنتر واش راه قاعد يدير. اشرب ما نخليكش كيما يقولوا قريب تطربي وتقعدي تطيحي فيهم كروت. والمميز في هذه السلسلة هي اللهجة الحضنية البوسعدية. عزلوني يا ملاح بنت رمل اللي راح وبلعوه لي مع الصباحة فنهار بطيء وستي يا رجال مبين النقل وكي عدتني بريال تحمى وعيني. لو سيت كوم تاع كورونا تور هي كانت حكاية سطحية بيني وبين المخرج أنيس بنزاوي اللي نحيوه. ريحتها كامل طياب. ميمي توكا واش راك حاب ما فهمت، تروح ولا نشنتيها معاك؟ داكور. كل واحد عنده الرول ديالو شغل خلاص تفهمهم بيان، وديجا عبدو فرحات وكذا نعرفهم دوبي لونطون صافي بروميير فوا برك خدمنا كيف. احنا المسابقة تاعنا هذه عبارة عن حركات، سؤال بالحركات وإيماءات يقدمها الزميل محمد. إلى الحركة الأولى شاهدي معنا. كانت يعني دردشة قليلا، ندردشوا شوية على الفيلم، المخرج، على كيفية الأدوار، يعني نطرقوا حتى واش قالوا النقاد على ذاك الفيلم. برضو يتكلم عن شخصية بلال مؤذن الرسول، شفتي كيف؟ برضو مسألة تاريخية بس انيميشن. من صبا الألحاد فرسان الأذان. أحر التهاني للأمة الإسلامية قاطبة بمقدم الشهر الكريم. كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله كل عام والشعوب الإسلامية بألف خير. استعراض لأهم برامجنا خلال الشهر الكريم.